قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاریجانی إنه يجري إنشاء هيكل للمفاوضات مع أمريكا، وذلك خلافاً لأجواء الحرب المصطنعة التي تروج لها وسائل الإعلام على حد وصفه. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق أن طهران لا تمانع العودة إلى التفاوض شرط ألا يكون هناك أي تهديد. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن البلاد تعتبر نفسها في حالة حرب، مشيراً إلى أن المنظمة تتعامل مع التهديدات المحيطة والتي يتم الحديث عنها باستمرار، تتعامل معها بشكل جدي. أعلنت السلطات الإيرانية تحديد 82 محطة مترو و300 موقف سيارات بمراكز تجارية وإدارية في العاصمة طهران كملاجئ في حالة أي تصعيد عسكري محتمل من طرف واشنطن. وأشار رئيس إدارة الأزمات في طهران إلى أنه تم تجهيز الأماكن المذكورة بمستلزمات المعيشة، وستكون قادرة على استيعاب نحو 2.5 مليون شخص، كما تم تنصيب إنذارات الدفاع الجوي. كما أوضح أنه بالإضافة إلى المرافق الجديدة يمكن استخدام بعض المرافق القائمة وخطوط المترو كأماكن لجوء مؤقتة في الحالات الطارئة.